بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتني خالص من الفيديو اللي فات. جيت لكم بفيديو جديد النهارده، يا رب يعجبكم. بصوا بقى، تعالوا بقى نكمل بقى بقيه الروتين اللي احنا كنا عاملينه امبارح. انتوا كنتوا عارفين طبعا ان عيالي مشرفيني ومنوريني ومكتريني، وكانوا يعني بايتين عندي وكده. فدي بقى كانت السهره، وكنا نزلوا كده جابوا شويه تحابيش كده لزوم السهره وازازه بيبسي وبتاع، وقعدوا كانوا حتى يعملوا فشار وكده، بس كسلوا بقى وقالوا كده كفايه يعني. ف اتسلينا كده وبتاع، وقعدنا عملنا شاي بلبن بالليل بقى، وسهرنا، والسهرة كانت جميلة يعني خدت وضعها كده. وبعدين تاني يوم بقى هعرفكم عملنا ايه. طبعا هم ضد التصوير خالص، ومش بيحبوا التصوير ومش عارفه ايه. يعني كل لما اجي اصور يقعدوا يصوتوا لي ويقعدوا يزعقوا: يا ماما يا ماما، مش كل حاجه تصوريها. فانا بس عشان بقول لهم بس انا بحب ايه اصحابي وكده، وبحب اشاركهم معايا في اليوم يعني بتاعي وكده، وعايزه يعني اوريكم اليوم الحقيقي بتاعي واليوم الطبيعي بتاعنا يعني. وانا نفسي يطلعوا معايا والله، بس هما بيتكسفوا من الكاميرا جدا. شويه وشويه هياخدوا يعني على التصوير وكده، واحاول اجيب رجلهم يعني ان شاء الله. بس بقى كنت دخلت بقى كده، كانوا لسه بقى يعني، كانت بنتي الوسطانية دي كانت عندي، واللي هما ابني وبنتي التانية ما كانوش لسه جم. فلو لمينا الشقة كده على قد ما نقدر كده، وعملنا اللي نقدر نعمله. وكانوا هما يعني كانوا جايين في السكة، بس المقطع اللي هو بتاع اللب بقى والسوداني والحاجات دي كانوا هما كلهم موجودين يعني. بس انا ساعات ببقى في المونتاج بجيب لكم مناظر قبل مناظر. فكل واحد مسك حاجة كده في الشقة، وطبعا الشقة بقى يعني بعد ما هم مشيوا، انا بكلمكم دلوقتي طبعا بسجل لكم الصوت بعد ما هم مشيوا. يعني هم نضفوا لي وعملوا حاجات كتير وكده، بس طبعا مش بيبقى زي تنظيف الواحد يعني. بيبقى الواحد عايز يشيل الشقة بقى خالص كلها، ويشيل بقى ويمسح ويكنس ويعمل بقى الحاجات اللي هي الايه، الخسائر. الصراحة حصل خسائر كتير جدا وهم موجودين وكده، ومية كتير اتدلقت جدا على السجادة بتاعة المطبخ، وكتر خيرهم يا رب. ربنا يخليهم لي. وبنتي مسكتها غسلتها في الحمام. بس بقى عايزة بقى اشيل بقى، انضف تنظيفة عميقة كده للبيت كله. انا بس نضفت كده بس معاكم كده من فوق الوش عشان كنا مستعجلين، وكان ورانا اهم ما يتلم. هوريكم اليوم كله كنا عاملين فيه ايه. يعني كانت صراحة اليوم يعني كان ناقصكم والله. انا عماله اقول لهم انا زهقانه، انا عايزه اخرج واروح اقعد في حته كده فيها خضره وفيها جناين وفيها حاجات زي كده وزرع. بس هم عمالين يتريقوا عليا يعني وكده، مع ان زي ما انتم ما شايفين كده الجو حلو يعني، والجو يعني شمسي وحلو، مش ساقعه ولا حاجه. فانا مسكت بقى كده اوضه النوم وروقتها على قد ما اقدر كده يعني، ما روقتهاش كما ينبغي يعني، زي ما انا بروقها كده بضمير كل مره، بس انا باستعجال عشان طبعا بصحى متاخر وكده، واحنا بنصحى متاخر. فالحاجه مش يعني ما بتكون باستعجال بيبقى كله بسرعه بسرعه. انا بس مسكت الملايه غيرتها وغسلت وبتاع، وحتى الدولاب ده كمان نفضته كده من التراب بالرياشه كده، ورحت شارة بتاع اللي هي الدفايه اللي كانت على السرير، وفرشت دفايه جديده كده، وغيرت كده من الديكورات بتاعت الاوضه. كانت بتاع الفرو كله كان رمادي، والبتاع والحاجه كانت كلها كانت على لون اللي هو المنتي جرين ده. بس انا غيرت بقى حطيت بقى كده اللي بتاع الفرو اللي هو الازرق ده، ورجعت اللي بتاع البف تاني مكانه اللي هو الازرق ده. وروقت كده على قد ما اقدر، بس كان باستعجال لان كانوا عيالي مستعجليني، وكنا كده داخلين يعني ايه، كنا هنبتدي في الاكل. فانا قلت الم الشقه قبل ما نتشغل في الاكل وكده. بس دخلنا بقى على المطبخ. اليومين دول بقى مدعكه يعني، وهم الصراحه بقى لهم فتره ما بيتوش كلهم وكده، فالصراحه كنا بنحتفل بيهم يعني. فاوريكم دلوقتي عملنا ايه على مدار الفيديو. بس انا بوريكم الاوضه بقى بعد ما ايه يعني، عملتها نص نص، مش هي مش عجباني قوي. انا كنت حاطه بس البطانيه كده على سور البلكونه، قلت عشان اهويها شويه، لان انا بصفه مستمره واصحى متاخر، فمش بلحق الشمس يعني. بس مسكت الارض كده كنستها وبتاع، ومسحت كده بالموب بتاعتي بسرعه بسرعه، ورحت رشه المعطر بتاعي. المعطر بتاعي ده اللي ريحته جامده جدا، ريحته بريحه الفل. بيتباع في ازايز صغيره كده عند بتاع المنظفات، الازازه لونها احمر كده، صغيره خالص كده ب6 جنيه بس. بحطها كده، بزود عليها حبه ميه صغيرين، وبحطها في قلب البخاخه دي، وببخ بيها، بتبقى كاني بقى ايه يعني زرعه فل كده في الشقه بتاعتك. ريحته جميله جدا. بس وعملت كده، غيرت الديكورات كده تغيير يعني، وكل ده بيتهدي كده كمان ساعه. وبصوا بقى، ما وراناش شغل ولا مشغله غير المواعين اليومين دول. مواعين مواعين مواعين. عيالي عمالين ايه يشدوا في شعرهم، يقولوا يا ماما هي المواعين بتفقس. فعماله اقول لهم شغلوا غسالة الاطباق، شغلوا غسالة الاطباق. وبصراحه ما بيشغلوهاش، لان اكترية حاجتي ألمونيا وكده. فاللهم صل على النبي، بيكسروا يقولوا لي ما هي اللي بتاع المواعين كلها ألمونيا. فاقول لكم بقى عمل يعني كنا بنعمل اكل ايه يعني، هو بتاع الفيديو ده كله اكل. يلا يلا، انا والشيف على قلبهم.
هو انا عملت كل واحد يعني اللي يرضيه كده. ابني قال لي انا عايز بتاع جلاش باللحمه المفرومه، ورحت خليت بابا ينزل يشتري له بتاع الربطه كده. كانت الربطه كنا بنجيبها ب10 جنيه والله. جوزي لقاها قال لي ب15. وبنتي قالت لي انا نفسي في المكرونه بالبشاميل، فعملت لها مكرونه بالبشاميل. وجوزي بقى اللي كان محتفل بينا وكان عامل ممبار، هو اللي بيحب يعمله بايده يعني، مش عارفه ليه يعني، مع اني بصوا كله فتح ازاي في الميه بتاعته، وما كانش طعمه يعني حلو قوي خالص. المره دي، المره اللي فاتت كان عامله كان تحفه، بس المره دي ما كانش طعمه حلو قوي. بس اللحمه المفرومه دي بقى بصوا، عشان بقول لكم عشان تزودوا القيمه الغذائيه بتاعتها وتبقى طعمها جميل وتبقى لونها احمر كده وحلو. انا بكسر لها طماطميتين كده في الكبه، وبصلتين وفلفل الوان، واللهم صل على النبي، كسرت لها جزرتين كده كمان. بتبصوا يعني تعملي بقى اللي انت عايزاه بقى. ام عيالي اصلا مش بيحبوا اللحمه المفرومه خالص في الاكل. والله بنتي ياسمين محذره عليا، قالت لي يا ماما اي حاجه، مكرونه بالبشاميل ولا بيتزا ولا جلاش ولا اللي هي اللي هي المكرونه اللي بتتعمل بالفراخ دي، اسمها ايه، نجريسكو. قالت لي انا عايزه كل الحاجات دي باللحمه مش باللحمه المفرومه، عايزاها بالفراخ. وانا الصراحه جوزي بيجيب لي فراخ متقطعه 4 ارباع كده، فكل حاجتي كده باستعجال، فبصراحه ما عنديش وقت ان انا اقعد اقطع واخلي واقطع لها بتاع الفراخ حتت صغيره وكده. فبروح مستسهله عامله باللحمه المفرومه خلاص. بس هي اما لقيت اخواتها بياكلوا فاكلت غصب عنها يعني. بس هي بتقولي بتاع اللحمه المفرومه بتتعب لي بطني، مش عارفه ليه، مع ان جوزي يعني بيجيبها وبيقطعها. يعني مش بيجيبها مفرومه من عند الراجل، لا ده بيجيبها صحيحه كده، وهو بيقطعها يعني بيقطعها الراجل قدامه. بس فبتاع الفرن بتاعي بقى ممكن تنامي جنبه كده، تحطي مخده وتنامي جنبه عقبال ما يسوي الحاجه. كان العيال كل شويه لسه يا ماما، لسه يا ماما، لسه يا ماما. فبقيت عمال اقول لهم الاكل ده عايز حبه ملوخيه خضر يا عيال وبتاع. قالوا لي لا، ما فيش حاجه هتتاكل من الكلام ده. حتى كان عندي مش عارفه عملنا سلطه ولا ايه، يعني زي ما هي السلطه بتتبقى، ولسان العصفور لو عملته بيتبقى زي ما هو. هم عايزين نواشف كده يعني، عيالي اكترية اكلهم بيحبوا نواشف. فكل ما اقول لهم طب نعمل شويه لسان عصفور، لا طب نعمل بتاع ده ملوخيه خضراء، لا نعمل سلطه. حتى السلطه بصوا بالعافيه. بس بقى كل واحد بقى كان بيعمل حاجه كده، وبنتي مسكت بتاع الجلاش قطعته كده يعني بيبقى اسهل جدا لما تقطعي الجلاش تقطعيه بالمقص. بس وبقى طول ما هم قاعدين بنغرف بقى كده عمالين بيلقطوا في الاكل، وياسمين كانت ايه قطعتني واحنا بناكل كده. اتخانقت معايا، قلت لها يا ياسمين طب اصبري لما اصور. ما بيصبروش بقى في ايديهم مسابقه ايديا كده، فبيبوظوا لي اللي انا بعمله. فبتقعد تقول لي يا ماما انا بحب القط كده على الاكل وهو بيتغرف يعني، وتيجي على الاكل نفسه ما ترضاش تاكل خالص. بيحبوا الاكل يعني مولع كده، مطلع دخنه كده، وهو يعني بيتغرف. يحبوا هم يلقطوا كده وهم واقفين، وساعة ما نيجي نغرف يكونوا خلاص بقى بدأوا يشبعوا، فما ياكلوش كتير. فانا بتضايق من كده، ان انا بقى بقول لهم عشان تاكلوا اكلتكم تبقى كامله، عشان اللي هو اللي بيلقط ده يعني بيبقى حاسس ان هو كل كتير، وهو مش بيبقى كل كتير ولا حاجه. فغرفنا كده كل واحد طبق كده على قده يعني، كل واحد طبق كده قدامه. كانوا هنا طبعا ابني وبنتي التانية كانوا جم وكده. وده بقى كان اليوم اللي هو التاني كانوا هما بايتين عندي. فروحنا بقى عاملين ايه بقى، عاملين جوزي كان جايب لحمه سلقنا لحمه كده. وقلت له انا نفسي في ملوخيه خضراء. فالملوخيه الخضراء دي كنت كل ما اغسلها تنزل طينه، كل ما اغسلها تنزل طينه، بيقول لي عشان بلدي. فغسلتها وحطيت عليها خل كده، ودي السمنه البلدي اللي بنتي كانت عاملاها لي. طعمها الصراحه تحفه في الاكل. عملت بيها الملوخيه والرز والكوسه، طلعوا ريحتهم كده كانت جايبه الجو. فبنتي بقى عماله تقول لي يلا يا ماما ادعي لي وبتاع، ربنا يبارك لها يا رب ويديها الصحه ويخليها لعيالها يا رب. بس طلعت بقى طبعا كيس بتاع صلصه كده من اللي انا بعملهم ده، بيبقى منقذي طبعا في الازمات دي. بشرتي بصلايه كده، وبنتي منقيه لي بصلايه اصغر بصلايه. بصوا يا عيالي، طول ما انا بعمل الاكل انا وامهاتهم يبقوا قاعدين مدلدلين رجلهم كده وقاعدين لي على البار، ولا عارفه اروق منهم ولا عارفه اعمل منهم. بس بقى كانت حستي حوسه بقى، المطبخ كان محتاس زي ما انتم ما شايفين كده. والبتاع الميه اتدلقت على الفرشه السجاده بتاعه المطبخ. وكانت بقى ايه، كان حكايتي حكايه. فبنتي بقى اخدتها وكده وغسلوها في الحماميه، السجاده صغيره يعني. فقلت لهم مش هتمشوا إلا لما تغسلوها لي. بس هم غسلوها بقى، وبنتي التانية الكبيرة غسلت المواعين والصراحة بقى أنا بستلم من بعد ما هم ما يمشوا بقى، بقول لهم إيه، أنا استلم بعد ما تمشوا انتوا. ياسمين بقى مسكت أوضتها روقتها كده. ودي البطاطا دي قالوا لباباهم يعني نفسنا في بطاطا. عملناها كده عقبال ما كان الأكل كان خلص، كانت اللي هي خلصت في القلاية يعني. ما بتاخدش وقت في القلاية خالص يعني، ممكن تلت ساعة. مش بتاخد يعني، ممكن بالكتير قوي قوي نص ساعة. بس بتطلع جميلة وتحفة. بس كده بقى كنت بعمل الرز.
اعمله بقى بشعريه بسرعه بسرعه كده. كان جوزي كان عايز لسان عصفور، بس الصراحه الوقت ما بيسعفناش يعني. كنت لسه راميه قبلها بيوم حله لسان عصفور قد كده. ياسمين كانت عاملاها وما كانتش عاجبه جوزي وقال لي لا ده مش حلوه وكده، عشان هي كانت هو بيحب اللسان عصفور متحمر قوي، فهي ما كانتش عامله اللسان عصفور متحمر يعني زي ما هم عايزه، فرميناها الصراحه. فقلت له خلاص بقى مش مشكله، يعني بكره ممكن يبقى نعمل حبه كده جنب الاكل وخلاص. يلا بس هم اكلوا واتبسطوا كده، ربنا يكترهم في حياتي يا رب. انا بحب بس اعيشكم الاجواء معايا، يعني الاجواء عامله ازاي. اللي متابعني القله القليله بس اللي متابعيني في صمت دول، وحتى مش بيهون عليهم حتى يعملوا لي اللايك، كتر خيركم. برضك ما تحرمش منكم وربنا يخليكم ليا. مسكت بقى الملوخيه الخضراء كده، طبعا كانت لسه مبلوله شويه، كنت لفاها في فوطه كده، وبنتي بنتي بقى كانت هي اللي بتصورني. وعماله اقول لها اوعي تطلعي ايديا، اوعي تطلعي ايديا. فمسكتها خرطتها كده بالمخرطه، يعني هم بيحبوها بالمخرطه وكده بتبقى جميله. انا بسمع ناس بيحطوها في الكبه وكده، بس مش عارفه ما عجبتنيش. بس مسكتها بقى خرطتها كده بالمخرطه بسرعه بسرعه، بس هي عشان كانت مبلوله، لما بتبقى مبلوله منك كده بتريم، يعني بتعمل ريم على وش على وش الحله كده، فخلي بالك لازم تبقى ناشفه منك عشان ما تريمش منك يعني وكده في الحله. انا مش مشكله، انا نزعت الريم ده كله هتشوفه دلوقتي. بس هي كانت طلعت طعمها مسكره وجميله، وحطيت لها معلقه سكر كده. بس بنتي لو شافتني وانا منزله الفيديو ده وهي باينه في الفيديو هتموتني. قالت لي اوعي تطلعيني يا ماما، اوعي تطلعيني يا ماما. فهي طالعه في لقطه كده بس بسرعه يعني مش مشكله. بس مسكتها بقى وحطيت حبه شوربه كده، ما عنديش مرقه الصراحه. فهي كانت ناقصه بس مكعب مرقه. بس بصوا بقى، عشان هي مبلوله، زي ما قلت لكم كده، المفروض ان انتوا ما تعملوهاش مبلوله عشان حتى ما تسقطش. بس انا عشان مستعجله طبعا، فهي يعني عملت ريم كده فوق، وبعدين انا نزعت الريم ده بمعلقه كده. بس كانت طالعه خضرا، كانت طالعه جميله يعني. الاكل يعني كله خلص بالهنا والشفا على قلبهم واتبسطوا وقعدوا منوروني والله وشرفوني. بصوا بنتي عماله تضايقني، وعماله اقول لها اطلعك مش هقص المنظر، مش هقص المنظر. فقلت لها طب شوفيني بقى كده وانا مطلعاكي بقى والناس كلها بتتفرج عليكي. عماله تغلس عليا وعماله تبص في الكاميرا، فعماله اقول لها على الله تشوفي نفسك وتكرهي نفسك ان انت طلعتي قدام الكاميرا كده. فمش هطلع المنظر بتاعها، مش هقصه يعني. بس فهو ده بقى يوم الحقيقي بقى وكده اهوت. يا رب يعجبكم اليوم بتاعي. حطيت بس البتاع في معلقه تومه كده في قلب البتاع، في قلب الطاسه كده. واسيل بقى كانت كالعاده يعني معفرطاني في المطبخ، وخايفه عليها لحسن حاجه تقع من ايديها، والحامل بيبقى جنبي كده، فالمطبخ عندي ضيق وكده، فمبقاش محتمل ان انا يعني حد يقف جنبي او كده. فعملنا بقى حبه الرز كده، عملنا حبه رز صابحين، وحطيت حبه كزبره كده على بتاع التومه، ومعلقه سكر حطيتها في قلب الملوخيه كده، بتخليها طعمها مسكر وجميل. وطشيت الملوخيه بتاعتي كده، وهو ده بقى يوم الحقيقي. ما يعني بصوا ما تفتكروش ابدا ان انتم اما عيالكم تكبر، او يعني عيالك يعني يجيبوا عيال او بتاع، خلاص بقى انت كده اديتي رسالتك وترتاحي وبتاع. لا والله العظيم، كل يعني مرحله بيبقى ليها متعتها الخاصه وبيبقى لها تعبها الخاص. فده بقى بحكي لكم كده التفاصيل اللي هي بتبقى تقول لك نفسي اجوز عيالي ونفسي اخلص من عيالي وبتاع. لا والله العظيم بتبقى مرحله تانية جديده خالص يعني. هي كل مرحله ليها حلاوتها وليها تعبها طبعا، بس طبعا ده بيبقى احلى تعب. ربنا يا رب يدي كله مشتاق يا رب. وكل اللي نفسه في عيل، او كل اللي نفسه يخلف، او كل اللي نفسه عياله يخلفوا، يا رب يعطي كله مشتاق يا رب. ده الاكل بتاعنا بقى كده. خلاص الفيديو بتاعي خلص، يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، ويا رب تعملوا لي كومنت كده يا رب، يا رب ربنا يرضيكم كده اهوت وتعملوا لي كومنت ويرضى عنكم، عشان خاطر بتاع الكومنت ده برضك بيفرق جامد في القناه بتاعتي. لحسن بتاع اليوتيوب موقع لي خالص القناه الفتره دي. انا مظلومه خالص والله في اليوتيوب ده. بصوا عيالي بقى هنا كانوا برضك كانوا عمالين بقى جاعوا كده، فعمالين يلقطوا من الاكل.